رسالة لكل الناس اللي شايفين ان مصر صعدت كاس العالم عشان كنا بنلاعب فرق ضعيفة. انا عايزك بس تتفرج معايا على اللقطة دي وخلينا نحكي الحكاية من اولها. اقفل حضري حرام حرام حرام. في 8 أكتوبر 2017 يا صديقي، وفي الثواني الأخيرة قصاد منتخب ضعيف يسمى الكونغو الديمقراطية، وبضربة جزاء في الثواني الأخيرة مصر صعدت لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها وبشكل إعجازي. والصراع قائم في 5 مجموعات على 5 بطاقات للترشح لكوريا واليابان. إن شاء الله يكون منتخبنا. أنا داخل ماسك كأس العالم تاني. محمد صلاح والدموع. محمد صلاح يا رب يا صلاح. محمد صلاح وابا الله يا بلادنا الله يا بلادنا الله. وفي نفس اليوم 8 أكتوبر 2025 وبعد مرور 8 سنين كاملين مصر تصعد كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها على حساب جيبوتي بإنجاز تاريخي أكتر بقيادة المدرب. عايز أحكي لك حكاية يا صديقي، بس حكاية طويلة شوية وهتبقى رسالة لكل الناس اللي شايفين إن حسام حسن صعد علشان بيلاعب فرق ضعيفة. بس خليني أسألك سؤال الأول، هو أنت فعلا مصدق إن مصر صعدت كأس العالم عشان كانت بتلاعب فرق ضعيفة؟ أولا كده يا صديقي خليني أقولك على حاجة ممكن تبقى غايبة عنك. حسام حسن هو تاني مدرب مصري في التاريخ يصعد بمنتخب مصر كأس العالم بعد الجوهري. حسام حسن هو الوحيد في تاريخ منتخب مصر بيصعد كأس العالم كلاعب وكمدرب. وعارف يا صديقي انك هتقول اننا صعدنا علشان احنا كنا بنلاعب جيبوتي وبوركينا وفرق اقل من مستوى منتخب مصر، بالبلدي كده زي ما احنا بنقول فرق اضعف بكتير. مصر فيها صلاح، مرموش، مصطفى محمد، تريزيجيه، زيزو، شناوي، وعد بقى زي ما انت عايز. انا اللي كان يفرق معايا ان الجمهور او الشعب المصري انا منهم، وانا قلت الفضل قبل كده هم يفرحوا. والله انا ما كنت عايز اوصل للنقطه دي، او ان انا ربنا يديني العمر ان انا اقول هنا عشان الشعب المصري. بس انا كنت اتمنى ان انا اوصل للنقطه دي لما فرح تاني. بس خليني اقول لك على حاجه يا صديقي، اولا مش ذنب حسام حسن خالص انه بيلعب الفرق دي، وان دي التصفيات اللي اتحطينا فيها، وخصوصا اننا كل مره بنتحط مع فرق اقل في المستوى بشكل كبير وواضح وبرضه مش بتصعد. واكبر دليل على كده لما ايهاب جلال الله يرحمه اتقال في الطياره بعد ما خسر من اثيوبيا في تصفيات كاس الامم، واتقال في الطياره وهو رايح يلعب كوريا. فهمني طبعا. انت نسيت يا صديقي ان حسام البدري تعادل مع كينيا في مصر، وتعادل معاه في كينيا برضه، وتعادل مع جزر القمر في تصفيات كاس الامم، وتعادل مع الجابون في تصفيات كاس العالم. هي دي ما كانتش فرق ضعيفه وقتها ولا ايه؟ متفهم جدا انك بتهاجم حسام حسن علشان دايما عايزه يلعب احسن كره في العالم، انه ما عندوش شكل في الملعب، وانك دايما بتقارنه بحسن شحاته بس بسبب انجازاته. بس خليني اقول لك على حاجه تقريبا تايهه عنك كده شويه. حسن شحاته بجلاله قدره بالرغم من كل انجازاته التاريخيه، وكان ملقب بملك افريقيا وقتها، ما صعدش برضه كاس عالم، وده بالرغم انه كان بيلاعب فرق في التصفيات برضه اقل منه بكتير. وتعال احكي لك،
حسن شحاتة خسر من كوت ديفوار، وهرجع لكوت ديفوار وهرد عليك ان الفريق ما كانش اقل من منتخب مصر، هرد عليك بس خلينا اكمل لك الاول. حسن شحاتة خسر من الجزائر، اتعادل مع زامبيا في قلب استاد القاهرة، وكان تعادل كارثي وقتها، ضيع فرصة افضلية المجموعة اصلا. حسن شحاتة اتعادل مع ليبيا وفي وقتها كان وقت كارثي، اتعادل مع السودان في الماتش الفاصل اللي كنت تكسبه وتصعد على طول، وده بقى كان كارثة اكتر بكتير من كل اللي فات. وليه بنقول كارثة؟ بكل بساطة يا صديقي، انت لو بصيت على الفرقة وقتها هتلاقي عصام الحضري افضل حارس في افريقيا، هتلاقي وائل جمعة، احمد فتحي، سيد معوض، احمد حسن، حسني عبد الرب، عبد الشافي، متعب، شوقي، وعد معايا. انت ببساطة كان معاك ابو تريكة افضل صانع العاب وافضل لاعب داخل افريقيا، معاك عمرو زكي هداف الدوري الانجليزي، معاك محمد زيدان نجم الدوري الالماني وواحد من الهدافين في الوقت ده ب7 اهداف. انت كان معاك على الدكة بس احمد عيد عبد الملك، عبد الظاهر السقا في عز تألقه واحترافه في اوروبا، كان معاك متعب على الدكة، معاك حمص في عزه، معاك فتح الله، وبكل النجوم دي انت ما صعدتش. انت يا راجل ما كسبتش جزر القمر ولا ليبيا وزامبيا الجابون السودان، ما كسبتش اي حاجة، متخيل؟ فانت بعد كل ده راجع تكلمني ان حسام حسن بيلعب فرق ضعيفة كده كده لازم يصعد؟ ليه لازم يصعد ليه؟ معلش يا صديقي، ممكن تفهمني انت جايب العشم ده منين؟ خلينا انا اجاوبك المرة دي. انت متعشم في صلاح، تريزيجيه، مرموش، مصطفى محمد، كل المحترفين بتوعنا، صح؟ بس خليني برضه اسألك، هو مش محمد صلاح ده اللي اتهاجم طول حياته واتقال عليه انه مش بيلعب في المنتخب زي ما بيلعب مع ليفربول؟ مش صلاح ده اللي اتهاجم وقت كوبر وقلنا ان الفريق بيلعب بس لصلاح؟ ولا نسيت؟ احب اقولك يا صديقي ان صلاح هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر في التصفيات، لعب 28 مباراة، سجل 20 هدف وصنع 12. صلاح هو هداف النسخة الحالية في التصفيات ب9 أهداف. صلاح هو تاني هداف منتخب مصر بعد حسام حسن نفسه عبر التاريخ كله. وبمناسبة كوبر، صح، هو مش كوبر ده اللي صعدنا كاس عالم 2018 وبرضه اتهاجم انه بيلعب كرة وحشة وكرة دفاعية ومنتخب باص لصلاح؟ ممكن افهم بقى ليه بتهاجم دلوقتي حسام حسن؟ ما هو ما بيلعبش كرة دفاعية، مع ان الراجل بيلعب على اقل الامكانيات الموجودة من اتحاد الكورة، بالرغم ان حسام حسن لعب 13 مباراة في خلال الفترة دي، كسب 9 وتعادل 4، كانت تعادل كمان في المباراة الأخيرة اللي كان بيلعب بوركينا في بوركينا، وما خسرش ولا مباراة رسمية لحد دلوقتي. وبرضه تلاقي الناس تطلع وتتكلم ان حسام حسن لازم يمشي وانه بيلاعب فرق ضعيفة. طب ازاي وبأي منطق؟ مش فاهم. طيب تقدر تقولي انت لو مشيت حسام حسن هتجيب مين؟ هل في اي مدرب اجنبي انت جبته عبر التاريخ قعد اكتر من 2 سنين؟ هل في مدرب اجنبي انت جبته ووصلك لاي حاجة اصلا؟ ده انت كوبر مشيته، ده انت كيروش مشيته. انا مش هكلمك على كل المدربين الاجانب اللي فشلوا لانهم كتير، بس هكلمك على المدربين اللي نجحوا حتى لو كان بشكل فردي مش تخطيط من اتحاد الكرة ولا حاجة. انت جبت كوبر وصعدنا لكاس العالم ومشيته لانه خسر في افريقيا وما خدهاش وما كملش 2 سنين على بعض. انت جبت كيروش ومشيته برضه لانه خسر من السنغال، بالرغم ان السنغال كانت في اقوى نسخة في تاريخها، وخسر بضربات جزاء وما صعدناش ولا كاس عالم ولا خدنا افريقيا، مع ان احنا وصلنا للنهائي في افريقيا خسرنا بضربات الجزاء. انت متخيل؟ دول اللي نجحوا مع المنتخب مش اللي فشلوا، لان اللي فشلوا كتير زي فيتوريا وبرادلي، وانا مش هكمل بقى، انت كمل انت. ورسالة لاتحاد الكورة، بالرغم من كل ده وصعودنا لكاس العالم، انا مقتنع معاك ان حسام حسن تجربته الاساسية هي افريقيا والاداء الجيد في كاس العالم، وانه ساعتها هيلاعب فرق كبيرة وساعتها هنشوف وهنحكم، بس يا رب يقدم مستوى يليق بمنتخب مصر. بس انت مش هتاخد بطولة افريقيا، انت لازم تبقى مقتنع بكده، لان الكرة مش فهلوة وخلاص، مش كل مرة هتعتمد على حظ وعلى النجوم زي الحضري وابو تريكة وقتها، زي صلاح وتريزيجيه ومرموش. دلوقتي الكرة بقت علم وتطوير من منتخب الناشئين، ودينا كلنا شفنا المنتخب الشباب عمل ايه في كاس العالم برضو اللي راح. يا راجل انت من 2013 في منتخب الناشئين تقريبا ما عدتش دور المجموعات، انت الدوري عندك بيتلعب ب21 فريق، متخيل ولا لأ؟ انت لغيت معسكر منتخب مصر علشان الاهلي هيلعب في كاس العالم للأندية. انت عندك 2 مدربين لمنتخب مصر، واحد للمحليين اللي هو حلمي طولان وحسام حسن لمنتخب مصر الاول. طب فهمني ازاي؟ ومفيش تنسيق ما بينهم، متخيل ولا لسه؟
لازم تفهم كاتحاد كورة بان انجازات مصر كلها كانت مدربين مصريين زي الجوهري وحسن شحاتة ودلوقتي حسام حسن. فمش كل شوية يطلع الاعلام يقول لك احنا عندنا بعبع من المدرب المصري، عايزين مدرب اجنبي، ونجيب المدرب الاجنبي اللي بنديله كل صلاحيات وما بيعملش حاجة. ادي الصلاحيات للمدربين المصريين وطورهم ومسكهم منتخبات الشباب، اديهم فرصة كاملة بسيستم واضح، ما تضحكش علينا. واقول لك امثلة زي ربيع ياسين واسامة نبيه، يا اخي دول بيلعبوا بلعيبة ما شافتش الملعب اصلا في حياتها، ولا عملوا معسكرات ولا اي حاجة، لان النتيجة هتبقى صفر زي ما انت شايف. مش عيب تبص على اللي حواليك وتقلدهم. في كل مرة كان الاعلام يطلع ويقول التجربة البلجيكية والتجربة الدنماركية وابراهيم فايق فضل يحرق في صوته. دلوقتي التجربة بقت جنبك، بقت في السعودية وفي المغرب، لحد ما انت نفسك كنت منتخب مصر منتخب ملك افريقيا اتحولت المنتخب تصنيف تاني. ورسالة الجماهير على السوشيال ميديا بقى، رجاء يا جماعة، انا عارف ان كلنا نفسنا نكسب كاس الامم والحمد لله صعدنا خلاص لكاس العالم، بس مش كل شوية نضغط على الراجل، كل شوية نلاقي صفحة منزلة اقالة حسام حسن من منتخب مصر. سيبوا الراجل يشتغل شوية، ادعموا المنتخب شوية بدل ما انتوا قلبينها اهلي وزمالك، ده المنتخب. رجاء يا جماعة لو مش حابين تفرحوا بالانجاز ده ومش شايفينه انجاز من ناحيتكم، سيبونا احنا نفرح شوية، احنا شايفينه كده. واخيرا بس رسالة للكابتن حسام حسن، الواحد عايز يفهم بس ايه مشكلتك مع عمر جابر؟ هل انت شايف ان احمد عيد احسن من عمر جابر في الباك اليمين؟ طب انت ايه مشكلتك مع دونجا؟ مش فاهم. انت مش شايف انه بيقدم اداء ممتاز مع الزمالك وان محمود صابر افضل منه؟ طب انت ايه مشكلتك مع فتوح يا عم؟ انت مقتنع خلاص ان كوكا هو الباك الشمال التاني بعد احمد حمدي؟ طب يا عم انت شايف ان فتوح ما بيلعبش اصلا مع الزمالك واداؤه مش افضل حاجه؟ طب ليه مش يحيى زكريا؟ راجل عامل اداء ممتاز في الدوري ومع منتخب مصر الناشئين، ومن افضل الباك الشمال اللي موجود دلوقتي ولسه صغير في السن، ليه مش شايفه؟ اديله فرصه. طب انت شايف ان احمد الشناوي كل الاداء اللي هو عامله مع بيراميدز دلوقتي في الدوري والكاس الكونتيننتال ودوري ابطال افريقيا انه ما يبقاش معاك في المنتخب؟ انت شايف ان مصطفى شوبير وصبحي والبلعوطي افضل من الشناوي؟ بالرغم ان احمد الشناوي دلوقتي افضل حارس مرمى في افريقيا كلها، ومش انا اللي بقول كده، ده بشهاده كل الناس اللي بتتفرج على كوره اصلا. وده مش تقليل لمحمد الشناوي خالص، بس حاليا احمد الشناوي افضل منه بكتير. يا عم لو مش هتلعبه اساسي على الاقل يبقى الحارس التاني للمنتخب، لكن مش معاك في القايمه اصلا. طب ازاي؟ اخيرا بقى علشان دي عندي فيها مشكله شويه، انت شايف ان اسامه فيصل افضل من مصطفى محمد؟ هسيب بقى الناس هي اللي ترد على حاجه زي كده الصراحه. انت شايف الجزار وخالد صبحي احسن دلوقتي من ياسين مرعي ومحمد اسماعيل. متفهم ان انت مضغوط بشكل كبير ومتفهم انك بتحاول، ولكن انت لازم تبقى مدرك ان في لعيبه تستحق تنضم للمعسكر وتشارك وتاخد فرصة معاك علشان تأهلهم لكاس العالم. لازم تفهم ان الاختلافات الفنية اللي بيننا وبينك مش تقليل منك خالص، احنا كلنا بندعمك وفي ظهرك. تاني مبروك من كابتن حسام حسن، انجاز حصل بعد 8 سنين واخفاقات كده كتير في النص، بس الطموح هو ان نقدم مستوى يليق بينا في كاس الامم الافريقيا وننافس على البطولة. مش ضروري ناخدها، اهم حاجة ننافس على البطولة ونقدم مستوى يليق بينا ويقدم كمان مستوى في كاس العالم ونحضر له من دلوقتي. سلام.